عاجل. فوزي لقجع يتلقى رسالة عاجلة لإقالة نبيل با بعد الهزيمة القاسية أمام البرتغال. شكلت الهزيمة الثقيلة التي مني بها المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 6 أهداف دون رد اليوم الخميس 6 من نوفمبر صدمة قوية للجمهور الرياضي المغربي الذي بات ينتظر خطوات حاسمة من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويتساءل الشارع الكروي اليوم: هل يتحلى فوزي لقجع بنفس الجرأة التي أظهرها الاتحاد الإيفواري في كأس إفريقيا الأخيرة؟ فقد قدم الاتحاد الإيفواري درسا في الشجاعة قبل النتائج حين قرر إقالة مدربه الفرنسي جان لويس كاسي بعد الخسارة القاسية أمام غينيا الاستوائية ب4 أهداف نظيفة، رغم أن حظوظ المنتخب في التأهل كانت شبه منعدمة آنذاك. لكن المفاجأة أن تلك الخطوة الجريئة أعادت الروح للفريق الذي تمكن لاحقا من تحقيق معجزة الفوز بكأس إفريقيا للأمم على أرضه بقيادة المدرب المؤقت. اليوم يعيش المنتخب المغربي وضعا مشابها بعد السداسية المؤلمة أمام البرتغال، وهي الهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم لأقل من 17 سنة، ما جعل المدرب نبيل با يفقد ثقة الشارع الرياضي وحتى بعض عناصر الفريق، حيث بدأت علامات الانقسام تظهر داخل المجموعة. المدرب الذي كان من المفترض أن يزرع روحا جديدة في صفوف الأشبال أصبح مصدر توتر بسبب اختياراته المثيرة للجدل وسوء تدبيره للمباريات الحاسمة. ويتساءل المتابعون: بأي وجه سيخاطب اللاعبين بعد هذه النكسة؟ وكيف سيقنعهم مجددا بعد أن خذلهم في أهم محطة بمسيرتهم القصيرة؟ اليوم المنتخب الوطني لهذه الفئة يحتاج إلى رجة نفسية قوية وليس إلى تبريرات تقنية. فالتاريخ أثبت أن القرارات الجريئة هي التي تصنع التحولات الكبرى، وإذا كان الهدف هو بناء جيل جديد يرفع راية المغرب عاليا، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون واضحة: إقالة نبيل با ورد الاعتبار لكرة القدم المغربية، تماما كما فعلت كوت ديفوار حين رفضت الاستسلام للخسارة. الآن لا أحد يطالب بمعجزات، بل فقط بموقف شجاع وواضح يعيد الثقة بين المنتخب والجماهير. فكما علمتنا التجربة الإيفوارية، عندما تكون النية صادقة والقرارات شجاعة فإن الحظ يقف إلى جانب من لا يخاف التغيير. وفي أول تصريح له بعد المباراة قال نبيل با إنه لم يكن يتوقع هذا السيناريو الصعب، معترفا بوجود فوارق واضحة بين المنتخبين من حيث الخبرة والجاهزية. وأوضح أن المنتخب البرتغالي يتفوق على جميع المستويات سواء التكتيكية أو البدنية أو الذهنية، مشيرا إلى أن شخصيتهم كانت أقوى من شخصيتنا داخل الملعب. لم تمر الهزيمة القاسية للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام البرتغال مرور الكرام، بل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المغربية من الدار البيضاء إلى طنجة، ومن وجدة إلى أكادير، غضبا واستغرابا وسخرية ممزوجة بالحسرة. في الصحف الرياضية جاءت العناوين نارية ومؤلمة في الوقت ذاته: انهيار غير مسبوق لأشبال الأطلس، 6 أهداف كشفت كل العيوب، نبيل با مشروع لم يولد بعد. أما الجماهير فقد عبرت بطريقتها الخاصة، فمنهم من كتب: لم نرى منتخبا مغربيا بهذا الضعف منذ سنوات، أين الروح؟ أين الغيرة؟ وآخرون قالوا: هؤلاء لا يمثلون المغرب، بل يمثلون فشل المنظومة. وفي المقابل خرجت أصوات أكثر هدوءا تدعو إلى التريث، معتبرة أن فئة أقل من 17 سنة ما زالت في طور التكوين، وأن تحميل اللاعبين الصغار كامل المسؤولية ليس عدلا، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب رؤية واضحة لتطوير المواهب. لكن الأغلبية الساحقة من الجماهير لم تقتنع بتبريرات الصبر، بل طالبت بإعادة النظر في المنظومة بأكملها، خصوصا في طريقة اختيار المدربين ومسار إعداد المنتخبات السنية. وعلى منصة إكس تويتر سابقا تصدر واسم أقال نبيل با وفضيحة البرتغال قائمة الترند في المغرب لساعات طويلة، وسط نقاشات حادة بين مؤيدين للإقالة ومطالبين بإعادة بناء الفريق من جديد. الإعلاميون بدورهم لم يصمتوا، فقد كتب الصحفي المغربي محمد أمين السبتي في تدوين له: ما حدث أمام البرتغال ليس مجرد هزيمة رياضية، بل صدمة كروية. حين تنهزم ب6 أهداف فالأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، بل بمنظومة فقدت بوصلتها. أما الناقد الرياضي يونس خراشي فقد تساءل بمرارة:
هل نملك فعلا مشروعا حقيقيا لتكوين جيل جديد أم أننا نعيش على أمجاد المنتخبات السابقة وفي المقاهي الشعبية حيث تناقش كرة القدم بحرارة أكثر من نشرات الأخبار؟ كان المشهد واضحا، الجميع غاضب، الجميع محبط، لكن أيضا الجميع ينتظر شيئا من فوزي لقجع، ذلك القرار الذي يعيد الثقة ويمنح إشارة واضحة أن الكفاءة فوق كل اعتبار. أحد المشجعين كتب في تعليق: لقي آلاف الإعجابات، لن نلوم الأطفال بل نلوم من وضعهم في هذا الموقف الصعب. كرة القدم ليست تجربة تعلم فقط بل مسؤولية وطنية. وفي خضم هذا الغضب الشعبي أشار بعض المحللين إلى أن الأزمة ليست فقط فنية بل نفسية أيضا، فاللاعبون الشبان بدأوا فاقدين للتركيز منذ بداية المباراة وكأن الضغط النفسي تجاوز قدراتهم. لكن المفارقة الكبرى كما كتبت صحيفة المنتخب هي أن المغرب يملك أحد أقوى جيل في فئاته السنية على الورق، لكن غياب التناغم بين الطاقم التقني واللاعبين جعل كل الموهبة تضيع هباء. الخلاصة التي خرج بها الشارع الرياضي أن المنتخب المغربي يحتاج إلى إعادة ضبط حقيقية لا ترقيع مؤقت. قرارات جريئة مثل تلك التي اتخذتها كوت ديفوار قد تكون نقطة التحول المنتظرة. فالكرة المغربية كما قال أحد المحللين تمر من زمن المجد إلى زمن الحساب، ومن زمن الافتخار إلى زمن المحاسبة. وفي ختام اليوم يبقى السؤال الذي يتردد في كل بيت مغربي وفي كل منشور على مواقع التواصل: هل سيتدخل فوزي لقجع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن الجامعة ستكتفي بالصمت كعادتها؟ بعد العاصفة، بعد الغضب والانتقادات والعناوين النارية، تبقى الحقيقة الثابتة أن كرة القدم لا تعرف التوقف عند الهزيمة بل تبدأ منها. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يعيش لحظة مفصلية أشبه بجرس إنذار يوقظ الجميع من سبات الثقة الزائدة. الهزيمة أمام البرتغال بكل قسوتها يجب أن لا تكون نهاية المشروع بل بدايته الحقيقية. فحين يخسر فريق بنتيجة كهذه فإن ذلك لا يعني انهيار جيل كامل بل كشفا للثغرات التي يمكن سدها قبل أن تتحول إلى عقد مزمنة في مستقبل الكرة الوطنية. اليوم المطلوب من الجامعة الملكية لكرة القدم ومن فوزي لقجع تحديدا مصارحة النفس قبل مصارحة الناس، أن يعترف بالأخطاء ويعاد النظر في طريقة إعداد المنتخبات السنية وفي المعايير المعتمدة لاختيار المدربين. المنتخبات الشابة ليست مجرد محطة عبور بل هي المصنع الحقيقي للنجوم، ومن دون هيكلة صارمة ومتابعة علمية سيبقى المشروع هشا مهما وضعت له شعارات براقة. الخطوة الأولى التقييم الشامل. يجب فتح تحقيق داخلي مهني وشفاف حول ما حدث. لماذا غابت الروح الجماعية؟ هل كان الإعداد البدني والنفسي في المستوى؟ هل المنهج التدريبي الذي اتبعه نبيل با فعلا مناسب لهذه الفئة؟ الخطوة الثانية إسناد المهام على أساس الكفاءة لا الأسماء. كرة القدم الحديثة لا تدار بالعاطفة أو الولاء بل بالمنهج العلمي والدقة في التفاصيل. المدرب في الفئات الصغرى يجب أن يكون مربيا قبل أن يكون مدربا، لأن التعامل مع شباب في عمر المراهقة يتطلب حسا تربويا وصبرا وقدرة على بناء الشخصية قبل النتيجة. الخطوة الثالثة المرافقة النفسية. اللاعبون الصغار عاشوا صدمة كبيرة ستؤثر عليهم إن لم يتم احتواؤها بالشكل الصحيح. يجب أن توفر لهم جلسات دعم نفسي وتواصلي تعيد إليهم الثقة وتعلمهم كيف يحولون الهزيمة إلى دافع لا إلى عقدة. أما جماهير الكرة المغربية فعليها أن تدرك أن التكوين طريق طويل مليء بالعثرات، لكن الخطأ الأكبر هو السكوت عن التكرار. المغربي لا يغضب من الخسارة بل من الإهمال، من غياب الرؤية ومن غياب المحاسبة. واليوم الكرة في ملعب القيادة التقنية والإدارية، فإما أن نرى قرارات شجاعة تعيد الثقة أو أن يتكرر نفس السيناريو مع أجيال قادمة. لكن وسط هذا السواد تبقى بارقة الأمل قائمة. المواهب المغربية موجودة والإمكانيات متاحة، والرؤية الملكية في تطوير كرة القدم الوطنية واضحة ومستمرة. ما ينقصنا فقط هو الانضباط في التنفيذ والتقييم الواقعي بعد كل تجربة مهما كانت مرنا. فمن رحم الهزائم ولدت أعظم الإنجازات، والمنتخب الذي سقط بالأمس يمكن أن يكون هو نفسه من يرفع الراية غدا إن توفرت له الإرادة الصادقة والرؤية الصحيحة. الدرس كان قاسيا لكن المستقبل ما زال مفتوحا على الأمل. فالكرة المغربية حين تتعثر لا تسقط بل تتعلم
وتعود أقوى. ويبقى السؤال: هل تكون هذه السداسية بداية النهاية أم بداية نهضة جديدة؟